ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء خلاص على الابواب ومحتاجين شويه حاجات كده تدفينا، ومش هنلاقي احسن من السينابون يدفينا ويدينا طاقه. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل سينابون بالظبط زي اللي بنجيبه من بره. لو اول مره تسمعيني انا نور، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه. اول حاجه هنجيب العجان بتاعنا ونحط فيه كيلو دقيق. كيلو دقيق بمعيار 6 كوبايات دقيق. هنحط على المقدار دوت ربع كوباية سكر بني، ما عندنا السكر بني يبقى سكر عادي، وندوب عليه معلقة عسل اسود، وربع سكر بودرة، وربع كوباية لبن بودرة. هنزود كمان معلقة كبيرة خميرة فورية، وعليها نص معلقة خل عشان تنشط الخميرة. هنقلب المكونات ديت بالمعلقة او بالعجان بسيط. وبعد كده هنيجي للخطوة اللي بعد كده، اللي هي الزبدة. الزبدة اللي هنستخدمها أتمنى تكون نيوزيلندي عشان هي اللي هتدي الطعم الحلو للسينابون. هنستخدم 10 مكعبات زبدة، هنحطهم واحدة واحدة عشان يختلطوا كلهم مع العجين. هنقعد نضرب فيهم لحد ما يبقى العجينة عندي شكل الدقيق عامل زي حبيبات الرملة، بالمنظر الحلو دوت. المعيار ده هياخد معانا بيضتين هنكون ضاربينهم بره وحاطين عليهم الفانيليا، ونكمل ضرب. من احد الشروط اللي هتخلي السينابون معانا كويس ان احنا نعجنه حلو قوي، هيخلي العجينه طريه وتحسيها كده عامله زي الاستك في ايدك. هنكمل ضرب. المعيار دوت هياخد قد ايه ميه، ودي نقطة مهمة جدا. هياخد حوالي من كوباية ونص لكوبايتين مية حسب الدقيق بتاعك، واتمنى تكوني بتستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات. هننزل المية بالتدريج، ربع كوباية ربع كوباية لحد ما الدقيق يلم بالمنظر ده. نسيت اقولك ان في ذرة ملح لازم نحطها اول ما الدقيق يلم. على الكاونتر بتاعنا هنرش حبة دقيق ونكمل عجن للسنون. هنرجع تاني ونقول ان عجن السنابون مهم جدا عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. في طبق هنحط رشة دقيق. عايزة اقولك ان العجينة دي لازم تخمر في التلاجة لمدة 8 ساعات، يعني اعمليها بالليل وسيبيها. هنحطها تبات، واول ما نصحى الصبح نفردها على الكاونتر بتاعنا بالمنظر ده. هنفرش سكر بني، عندنا مش عندنا يبقى خلاص احنا اتعودنا هنعرف بنعمله ازاي. هنيجي بعد كده نحط عليها رشة القرفة، ونبدأ نلف الرول بتاعنا بالمنظر دوت. صدقيني هتلاقيها طرية جدا معاكي. نسيت اقولك ان المعيار ده بالظبط هيطلع لك 12 قطعة سينابون بالمنظر ده. هنرصهم في صينية مدهونة بالزبدة، ونسيبها تتخمر تاني لمدة ساعة. هنرص الكمية كلها ونسيبها ساعة، هيتضاعف حجمها وهتبقى بالمنظر الحلو ده. احلى حاجة في الشتاء السينابون والخبيز وريحة القرفة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط، هتاخد تلت ساعة. اول ما هنطلع هنرش عليها بخاخ مية ونغطيها بورق زبدة. هتطلع معانا بالشكل الحلو ده، طرية وهشة ومورقة، تتاكل حاف قبل ما تحطي عليها الفروستنج بتاعها. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش لايك واشتراك للقناة.